مسك الترجي دخله المعصره. شفت المعصره بتاعت القصب كده اما بتنزل عصير؟ كرمش الترجي يا دوب اتك عليه بس قعد يصوت زي الفيران. نبيل معلول يا جدعان بعد الجون التالت الله يكون في عونه وشه بقى قد كده اهو. انا حاسس ان دكه قاعده على دكه، هو مش نبيل معلول اللي قاعد، ده دكه قاعده. الاهلي شويه وملعب رادس ده يبقى اسمه استاد محمود الخطيب، ولا يسموه استاد طه اسماعيل، يسموه زي ما سموه. فرقه الترجي يا جماعه صعدت على حساب الزمالك ازاي؟ الناس دي بالمنظر ده طيبين خالص، ما بيعرفوش يقفوا في الملعب. لعيبه الترجي انا اول مره اشوف لعيب الكوره بالمنظر ده، وعهد الله احنا اللي نستاهل. دول لو طيبين فاحنا في الكوره مفيش بقى خالص. يبقى لعيبه الزمالك ده ما بتعرفش تلعب كوره خالص، ده بينغلبوا في ملعبهم 3. ده الاهلي لو بيلاعب يانج افريكانز ولا بيلاعب شركه البنزين السوداني مش هيكسبهم في ملعبهم 3. انا مش بقلل من فوز الاهلي، لا الاهلي اجمد منهم، والاهلي عجرهم وسواهم، ووقعت الترجي في مصر مهببه، ولو انا منهم ما يجوش لان هنا ينغلبوا 32 ولا حاجه. الماتش هيتلعب سله هنا في مصر. الاهلي يا جدعان عشان نتكلم بالمنطق يعني، الاهلي معاه مدير فني عارف هو بيعمل ايه، والاهلي معاه كل يوم. انا قايل لكم من يوم ماتش الهلال اما الهلال ما صعدش ان الاهلي لو صعد هيلعب النهائي رسميا. الاهلي في النهائي وما استناش ماتش عوده. سيبك من الراجل اللي طالع يقول لك المباراه في مصر هتبقى صعبه، ده الراجل المجنون اللي اسمه معلول ده لو انا منه اصلا ما يجيش. صعبه ايه وقندلت ايه؟ خليك في تونس ما تهوبش. لو انا منك اطلع حلل في بين سبورت وسيب الفرقه تطلع لوحدها، سيب اتوبيس الفرقه يروح لوحده واحضر النمره. كولر يا جدعان مع الاهلي في حاجه غريبه. الراجل ده دلوقتي بقى عنده بره زي جوه، بره زي جوه. ازاي بره زي جوه؟ هو عنده طريقه لعب دايما ثابته، اللي هو مثلا بلعب 4-2-3-1، بلعب 4-3-3، بيلعب ايا كان طريقه لعبه ايه، ما بتتغيرش. هو دايما الفريق اللي عنده شخصيه ما بيغيرش طريقته عشان حد بيلعب بيها قدام التخين. انا بلعب بطريقتي وخلاص، مع تغيير العناصر. العناصر دي اللي هي ايه؟ اللي هي لعيبه. انا مثلا هنزل الماتش ده العب ابدا بحسين الشحات، طب الماتش اللي بعده ابدا مثلا باحمد عبد القادر، اودي حسين الشحات هنا. هو الراجل بيغير حتى في نص الملعب على طول التركيبه بتاعت الثلاثه اللي بيلعبهم. مره تلاقي مروان والسوليه وديانج، مره تلاقي حمدي والسوليه وديانج. هو في تغيير. الراجل التغيير بتاعه هو فاهم هو بيعمل ايه. هو بيشخشخ كده ويمد ايده ويطلع الاراجوز بتاع اليوم. اهو بيرسي تاو يعني في الجون الاولاني الراجل يا جدعان شارع لوحده، شارع ووقف وعدل وقام شايط. زي برضو الجون الثاني والجون الراجل اللي واقف للترجي جون على نياته خالص، يتيم عامل شبه اطفال الانابيب، بيتحرك شكله بالانسان الالي. اول مره اشوف جون بيصد الكره برجليه. على فكره الجون الاولاني يا جدعان كره وحشه قوي، شوطه وحشه قوي من بيرسي تاو، وما تفهمش ان انا بقلل. وانت لو انت فاهم كوره هتفهم ان هي شوطه وحشه وفي نص الجون وتتمسك، وممكن استلمها برجلي واشوطها وهي جايه واعمل اي حاجه. الخطا السيء اللي هو جون الترجي عمله كانك حادف على انبوبه. هو مش عارف هو انا شاكك ان الراجل ده جون اصلا. انا شاكك ان ده يعني ملوش علاقه بالجون، ده شكله لعيب او واحد مثلا لو معدي جابوه وقف. وما تفهمش برضو ان انا بقلل من فوز الاهلي والترجي في عز مجده بجمهوره. الاهلي بيكسبه. الاهلي كسبان الترجي في تونس 6 مرات، 6 مرات في ملعب رادس. فالترجي ده على طول دايما الاهلي بيكرمشه وبيحطه في جيبه كانه ما شافوش. هو مش منافس للاهلي، الترجي مش منافس للاهلي. فانا مش بقلل من فوز الاهلي، لا الترجي فرقه وحشه قوي يا جماعه، والله العظيم فرقه سيئه قوي. دي مش فرقه كوره، اتحداك ان دي فرقه كوره. والاثنين المساكين اللي ورا يا جماعه عاملين زي العماره. توجي ده بيلف كانك جايب ونش وبتوقع عمارتين. والاخ ياسين مرياح طقم حلل طبعا. ده طب اقول لك على حاجه، اقسم بالله انا لو من كولر اغرم لعيبه الاهلي على الفرص اللي ضاعت. ده الماتش يخلص 8-9 هناك في تونس مرتاح. ده لو بيلعبوا جون مشترك مش هيبقى بالمنظر ده. انت تتخيل ان فرقه زي الترجي دي ما عملتش هجمه؟ اقسم بالله ما عملوا هجمه. انا اقول يعني بالمنظر ده مش فرقه بتلعب على ملعبها. ده الاهلي بيلعبهم في مصر، بيلعبهم في مختار التتش، مش هيبقى بالمنظر ده اقسم بالله. الاهلي حاليا ماتشه 90% هيبقى مع صن داونز،
خد الجديد، الاهلي هياخد البطوله، وانا مش بقول كده عشان حاجه، الاهلي هياخد البطوله، والاهلي لما يروح النهائي هتفهم هياخد البطوله ازاي. انا مش هقول لك ياخدها ازاي. الاهلي ياخد البطوله عشان اسمه، عشان اسمه اللي يفهم كوره. صن داونز فريق مرعب، اقسم بالله مرعب، بس اللعيبه كلها اصلا بتاعت شو بتتدلع. يعني ممكن يبقوا مغلوبين عادي وتلاقي الولد جون فاضي قدامه عمال ينطق ويلف لي الكوره من حوالين نفسه. هي لعيبه شو، فرقه فري ستايل. شفت كره الشوارع؟ هي كره شوارع، فرقه شوارع. الاهلي لو عرف يدافع قدامهم، وده اللي هيحصل، لان الماتش الاولاني في جنوب افريقيا او في مصر، الاهلي لو مثلا الماتش الاولاني عدى مع صن داونز ايا كان هو فين بالنتيجه طبعا اللي الاهلاويه عايزينها او كولر عايزها، الاهلي هياخد البطوله. وانا قايل لك كده من ماتش الهلال، لو تفتكر اما قلت لك الهلال وصن داونز، لو صن داونز غلب الهلال ولا تعادلوا مع بعض والاهلي غلب الهلال في مصر وصعد، فالاهلي راح النهائي. هو ده اللي حصل، ده اللي حصل. وعلى فكره مش عشان انا بقول كده يعني انت تاخد الموضوع بتطبيل ولا تطفيش. الاهلي انت شكلك في الكوره جديد. انت لو مش عارف ان السيناريو ده يحصل فانت يبقى شكلك في الكوره جديد. الاهلي في الادوار الاقصائيه دي بتاعت المغلوب بره دي مرعب، مرعب على ملعبه، بره ملعبه مرعب. ومش انا لوحدي اللي قلت كده، وفرجاني ساسي قال كده، والمذيع اللي كان بيعلق النهارده قال كده، والشوالي قال كده، وحفيظ دراجه قال كده. اكيد الناس دي كلها يعني مش ولاد اخت محمود الخطيب، ولا كان صالح سليم بيربيهم في ملجأ زمان يعني. اكيد الناس دي شايفه وعارفه قبلينا ومثقفين واتفرجوا على كوره قبلينا من ايام اجدادنا فاهمين الدنيا. الاهلي بعد ما بيصعد من المجموعات، في المجموعات بيخش يهزر بينقنق بيصعد، بعد كده بتلاقيه راح النهائي. ده النهائي هيبقى الرابع، ومش اول مره الاهلي يعملها، عشان في ناس بتقول لك كتير ان الاهلي اول مره يلعب 4 نهائي ورا بعض. الزمالك 19، كايزر تشيفز 20، الوداد 21 ولا 22، وده النهائي الرابع. يعني 4 نهائيات، والاهلي عملها 2005 2006 و2007 و2008. فالاهلي متعود على النهائيات. انت متخيل ان الزمالك لحد سنه 2004 ولا 2003 ولا 2000 لحد 2005 عموما يعني كان عنده 5 افريقيا والاهلي 3 باين او 4. بص تغيير الزمن ومقدار الدنيا، بتتكلم في 19 سنه تغيير شامل. الاهلي شوف عنده كام بطوله افريقيه، 10، وراح نهائي يلعب ال 11، وانا متاكد وباصم بال10 ان الاهلي هياخد البطوله. لو الفيديو عجبكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، ويا ريت تستنونا في ماتش بكره الزمالك والاسماعيلي. كل اللي بيتفرج يا جماعه انت مش هتخسر حاجه لو عملت لايك. عايزين الفيديو يعدي بقى شويه.